الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمال أحمد وأنا رشا سامي وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. شفتي يا أمال الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن شخصية الكواكب؟ أيوة فعلا، ودي كانت أول مرة الناس تعرف إن في حاجة اسمها شخصية لكل كوكب. هي فعلا معلومة قليل قوي الناس اللي عارفينها. طيب انتي عارفة إن الكواكب كمان ليها أبراج بتعتبرها بيتها، ودي الأبراج اللي بتحكمها؟ ياه، بيوت إيه؟ هي كمان ليها بيوت؟ ليها بيوت بترتاح وتأنتخ فيها براحتها، وفي أبراج تانية بيكونوا مبسوطين فيها قوي بس مش بيتهم. ما هو الواحد ما بيرتاحش غير في بيته، أكيد الكواكب زي الناس، مش كده ولا إيه؟ بالظبط كده. وفي كمان أبراج الكواكب ما بترتاحش فيها خالص. تقدري تقولي إن الكوكب بيكون عيان وشايل الهم ومخنوق فيها قوي. طيب هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالقمر اللي محلي دنيتنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت لو تفتكري. قلنا إيه عن شخصية القمر؟ قلنا إنه رومانسي وعاطفي وانفعالي، وبنكون عصبيين قوي لما بيبقى بدر، وعشان كده بنصوم 3 أيام في نص الشهر علشان نهدى شوية. بالظبط كده. وده بيفكرك ببرج إيه بيكون مرتاح فيه؟ البرج اللي بيحكمه طبعا وهو السرطان، اللي واخد من القمر نفس صفاته. شطورة جدا، برافو عليكي. هو فعلا السرطان، وبيكون فيه متألق جدا وقمة نجوميته. تمام قوي. طب بيرتاح فين بقى لو مش في بيته؟ بيرتاح قوي في برج الثور، وده بيت شرفه. يعني ايه بيت شرفه؟ يعني هو مش بيته الأساسي، بس زي النجم كده اللي بيبقى ضيف شرف في عمل فني، منور قوي ودوره مؤثر. كده احنا عرفنا هو مبسوط فين. ايه بقى الأبراج اللي بيبقى عيان فيها ومخنوق؟ هما برجين عكس طبيعته، العقرب والجدي. وطبعا انتي عارفة كويس انهم عكس شخصية القمر، لانهم جد جدا وملهمش خالص في الرومانسية واللي بيحبوا على روح. تمام قوي. الدور الجاي على مين بقى؟ كوكب عطارد طبعا، ملك العقل والتفكير المنطقي والذكاء والتواصل لو تفتكري. طبعا فاكرة، ودي حاجة تتنسي؟ انتي عارفة هو بيحكم برجين، يا ترى فاكرة هما مين؟ مستحيل أنسى، لأنه بيحكم برجي وهو الجوزاء. وكمان بيحكم العذراء. مظبوط كده. والجوزاء على فكرة هو بيته الأساسي اللي بيرتاح فيه جدا وبيبدع. عشان كده مواليد الجوزاء زي كده ملوك التواصل والتفاوض وأذكياء وبيفهموها وهي طايرة. طبعا يا بنتي، هو احنا أي حد لازم يرتاح طبعا عندنا ويرحرح كده وياخد راحته زي الناس اللي بتتعامل معانا. يا سيدي على الغرور، وانتي واخدة في نفسك مقلب كده ليه؟ أقل حاجة عندنا. كلميني شوية بقى عن برج العذراء وبلاش نتكلم عن نفسي أكتر من كده. العذراء بقى يا ستي، رغم انه بيحكمه بس ده مش بيته الأساسي، ده بيت شرفه. وطبعا عارفة مواليد العذراء ملوك التفكير المنظم والمنطقي، عشان كده بيلاقي نفسه فيه. طب ايه الأبراج اللي بيتعب فيها وطاقته بتخلص؟ تفتكري مين؟ والله الفار بدأ يلعب في عبي. شكل برجك يا رشا الحوت. زي ما انتي مطلعة عيني كده بقالك سنين. ده أنا غلبانة قوي وكيوتة. ما انا عارفة انكم غلابة وسارحين في ملكوت الله، وهي دي المشكلة. بصراحة عندك حق. والحوت عكس شخصية عطارد خالص. عطارد منطقي في تفكيره، أما بقى الحوت فما عندوش منطقية في حياته خالص، عايش في مية البطيخ. طيب في برج تاني مش بيبقى طايق نفسه فيه ولا الحوت بس؟ طبعا في برج القوس. القوس؟ لا بقى استني كده وفهميني، اشمعنى القوس؟ لأن برج القوس بيموت في المبالغة في كل حاجة، وقطته ديناصور. وده عكس شخصية عطارد اللي ما بيحبش المبالغة. حذري فزري، الدور على مين؟
عدى اللوعة الفرفوشة ملكة جمال الكواكب البرنسيسة الزهرة. مظبوط كده. فاكرة هي بتحكم أنهي برجين؟ تقصدي الدور والميزان؟ بالظبط كده، وبتبقى قاعدة فيهم في قمة أنوثتها وجمالها. وعلى فكرة دي غير عطارد ليها بيتين أساسيين، يعني مليونيرة. يا سيدي عندها بيتين مرة واحدة؟ على كده دي هانم في نفسها بقى. طبعا دي أيقونة جمال يا بنتي في كل حاجة. على كده في مكان بترتاح فيه وهو مش بيتها؟ طبعا بيت شرفها، وهو برج الخيال الجامح والتأمل والخيال. عرفته السرحان الهيمان برج الحوت. شفتي بقى ان احنا مش اي حد، ملكة جمال الكواكب بنفسها بترتاح عندنا. طب يا ستي حصل لنا الشرف، كفاية بقى كلام عن نفسك وعن برجك، وقوليلي فين الزهرة بتكون عيانة ومش مبسوطة خالص؟ لما بتكون في برج العذراء، لأنه واقعي بزيادة ومحبكها قوي، عكس طبيعة الزهرة. عشان كده بتيجي في العذراء ويركبها المرض. بصراحة حقها، أصل العذراء دول مزودينها قوي، وطبعا محدش يزعل مني من مواليد برج العذراء. كده احنا عرفنا هي بيركبها المرض فين. في برج تاني مش بترتاح فيه برضو؟ برجين مش برج واحد، هم عكس طبيعتها خالص ومش شبهها. يا ترى فاكرة احنا قلنا مين من الكواكب اللي عكس الزهرة؟ أكيد المريخ اللي مولعها نار. صح كده. يبقى بديهي البرجين اللي بيحكمهم المريخ، الحمل والعقرب، مستحيل الزهرة ترتاح فيهم، لأنها ما بتحبش العنف أبدا. كده هندخل على طول على الكوكب اللي بعده، واللي لسه حالا جايبين سيرته، هو كوكب العنف والذكورة، المريخ. طب خليني المرة دي أخمن أنا. أكيد بيوته هما الحمل والعقرب، وبيكون فيهم في أعنف حالاته. ده إيه الشطارة دي؟ مظبوط. طيب تمام، دي عرفناها. بيبقى مرتاح في أبراج إيه تانية غير بيوته؟ أكيد طبعا حد من الأبراج الجد القوية الصلبة. تفتكري مين؟ بصراحة صعب أخمن لأن الأبراج الصلبة كتير. قولي أنتي. حد بيصمم على هدفه يا أمال، وطموح قوي وقائد بطبيعته. عرفتيه ولا لسه؟ بيصمم وقائد، كده يبقى برج الجدي، صح؟ بالظبط كده، الجدي بيت شرفه وبيكون ملعلع فيه على الآخر. طيب في أي برج بيكون في أضعف حالاته؟ أكيد البرج الحساس، خزان الأحزان، السرطان. وطبعا الأبراج التانية اللي مش بيرتاح فيها خالص انتي أكيد عرفتيها. طالما المريخ عكس الزهرة وهي مش بترتاح في بيوته، يبقى هو كمان مش هيرتاح في بيوتها، لأنهم عكس عكاس. يبقى أكيد مش بيرتاح في الطور والميزان. تمام كده، صح. كده هنتكلم عن شخصية كواكب تانية في الحلقة دي ولا كفاية كده؟ لا كفاية كده، مش عاوزين الناس تزهق مننا. خلاص نكمل الحلقة الجاية ونعرف بقية الكواكب بترتاح فين وبتتضايق فين. خلاص ماشي، استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.